السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قلعة بخروش بن علاس القرشي الزهراني، ولد في العام 1170 هجرية وقتل في العام 1230 هجرية. بنى القلعة في قريته قريش الحسن بمحافظة القراء الواقعة بمنطقة الباحة في المملكة العربية السعودية. تقدر مساحة القلعة بحوالي 2000 متر مربع، وفي كل حصن حوالي 70 فتحة مخصصة للرماة، مصممة بطريقة هندسية توفر الحماية للرماة وتكشف كامل المنطقة المحيطة بهم. يتوسط القلعة حصن مربع الشكل يتكون من 5 طوابق، انهدم منها طابقين وبقي 3 طوابق. وهناك داخل القلعة بركة دائرية الشكل يبلغ قطرها حوالي 4 أمتار وبعمق يصل إلى 6 أمتار، استخدمت لتخزين المياه داخل القلعة تحسبا لأي حصار. كان بخروش بن علاس الزهراني شيخا قبليا وقائدا عسكريا، قاد عددا من المعارك هو ورفيق نضاله طامي بن شعيب المتحمي الذي كان واليا للدولة السعودية الأولى على عسير ومنطقة تهامة. قاد عددا من المعارك ضد القوات العثمانية، وإلى أن تم أسره في العام 1230 هجرية، وقتل وقطع رأسه في القنفذة، وأرسل رأسه مع رفيق دربه طامي بن شعيب إلى مصر ومنها إلى اسطنبول، حيث أعدم أيضا ابن شعيب هناك